بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة معانا تورتايه ومعانا كبات، اللهم بارك. كانت حاجة كده فوق الروعة. دي طبعا من الفيديوهات القديمة اللي كانت موجودة. فاضل باين 2 أو 1 بس. فيديو اللي هو قلت لكم قبل كده هنزل لكم اول فيديو وهنزل لكم التاني، وفاضل بس اللي هو التالت بتاع الميني تورته. ان شاء الله برضو كان عرض جميل، ان شاء الله هنزله لكم على طول. آه وفاضل باين 1 كمان او باين كده مفاضلش من القديم. هنزل لكم جديد بقى على طول ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه هحاول ان انا انزل لكم كل حاجه اول باول، يعني هبقى معاكم كده واحده ورا التانية، ما تاخرش عليكم في الفيديوهات واسيبها تطول عندي علشان خاطر اللي بيسأل على حاجه ابقى فاكراها وما كنتش متلخبطه في حاجه، وقايله لكم على كل حاجه ان شاء الله. تعالوا ما اقولكم على مقادير التورتايه دي الاول. دي كانت مقاس 18، حطيت لها 300 جرام دقيق اسبونجي جاهز، عليهم 3 بيضات، عليهم نص معلقه محسن، وعليهم الفانيليا عشان خاطر طبعا ريحه الزفاره بتاعه البيض وكده. البنات اللي بتسألني انتي بتقطعي الكيك كله على مقاس كام؟ كله على مقاس 9. انا ما بشتغلش الا على 9، 8 دي مش بشتغل عليها. بقطع على رقم 9. اي كيك بيطلع من عندي، وساعات العروض بطلعها من تحت ال9. تمام، علشان تبقوا ايه حافظين الدنيا ماشية معايا ازاي. طبعا انا كنت عايزة التورتيه ديت حوالي 5 طبقات بس، ما كنتش عايزة ازيد. انتي لو عايزة ازيد عن ال5 طبقات هتخليهم 400. تمام، علشان برضو ايه لو الناس اللي حابة تبقى تخلي الكيك مثلا زيادة او كده. 6 طبقات 7 طبقات، كل ما هتعوزي طبقات زيادة انتي هتزودي في الاسبونج. كده قلت لكم على المقادير بتاعه الاسبونج بتاعه الحله دي. تمام. الكبات بقى، عايزه اقول لكم انا كان عندي كيك ياما في الفريزر، فانا طلعته وعملت بيه الكبات وعرضتها فوري. بس طبعا آه ماما اخدت منهم وطلع بس 4، والباقي كله طبعا انا اديته لماما عشان كانت موجوده عندي وكده، وما كنتش عملت لهم حاجه حلوه. فما شاء الله ادت لها الكبات كلها، وسبت بس ال4 اللي هما اتحجزوا معايا دول طلعوا بس فوري. آه استخدمت لها قد ايه يا مسلم كريمه؟ انا في الفيديو ده استخدمت لها 1.25 كوباية او 1.5 كوباية. تمام، علشان انا لسه شغاله بالمضرب بتاعي. وبصوا يعني خلاص هو فلقني، يعني عايزه اقول لكم والله العظيم هو لو راح للراجل يظبطولي هيتظبط وكل حاجه. بس عايزه اقول لكم على حاجه، انا بقيت بتخنق قوي لما باجي اضرب فيه مره واتنين وتلاته واربعه. المقادير بتاعتي اللي هي مثلا لو هعوز 800 دقيق اسبونج، ال800 هضربهم على 4 مرات. انتوا فاهمين؟ ما عادش بيضرب معايا مثلا 500 ويطلع لي القوام اللي انا عايزاه، لازم أنا اضربهم على 4 مرات علشان يديني القوام. هو لو راح للراجل، الراجل هيفكه ويغسله يظبطه ويحط عليه زيت وحاجات من دي. هو طبعا مش هيغسله بميه وكده يعني، هو هيظبطه وهيخليه سرعته ما شاء الله حلو. هو كده كده اصلا لما انا بوديهوله بيظبطهولي بصراحه. بس انا عايزه اقول لكم والله يعني هو مش كسل، هو كل ما اروح الاقي الراجل قافل، فما بقدرش ان انا ارجع له تاني في نفس اليوم. فعلشان كده بقى بسيبه لغايه ما بوسليم يفضى واقول له خده معاك، فبوسليم بينسى وانا انسى، فبرجع اشتغل بيه تاني. انتوا فاهمين الحوار ده يعني لما بيلف كده وما بتبقيش حاطه الحاجه في دماغك وتظبطيها وكده، فهو ده بقى. استخدمت لها حشو وتجليس 1.5 كوباية. هو ما شاء الله من الحشو بتاعها ما اخدش معايا ياما، وهي ما شاء الله كانت رقيقه خالص وكانت جميله. هي كانت معموله البنت والولد بس هم طلبوها فانيليا. التلات هيبقى معايا كبات. الكبات دي كلها هطلع الكيك طبعا من الفريزر وهسيبه بره لغايه اما بصوا ياخد يفك معايا حلو خالص، ويبقى زيه زي الكيك اللي انا كنت شغاله بيه من شويه. اللي هم فيهم هيبقى فيهم 3 فانيليا. ال3 الفانيليا دول كانوا متبقين معايا من طبق انا كنت شغاله بيها، كان برضو في نفس اليوم وكده.
امال اللي هو بالشوكولاته كله انا كان موجود عندي في الفريزر، كان برضو من تورتايه كنت انا شغاله بيها وكنت عامله كميه واتساب معايا في الفريزر وكده. هو ما شاء الله اصلا يعني عايزه اقول لكم الحاجه لما بتتحط في الفريزر احسن ما بتتحط في التلاجة يعني. هو ما تاخرش معايا مثلا يومين تلاتة اربعة، لا هو انا بيته بس لتاني يوم في الفريزر ورجعت اشتغلت بيه تاني يوم او تالت يوم بالكتير. الكبات انا مش عارفه هم اخدوا معايا قد ايه كيك بصراحه، علشان برضو ما بقاش كدابه واحور عليكم اقول لكم هي اخدت معايا كذا وتعملوا زيي وكده. الكريمه بس اللي هقدر اقول لكم هي استخدمت قد ايه كريمه. هقول لكم بس على المقدار بتاع الكريمه علشان هو بصراحه ده اللي انا فاكراه. ال- المقدار بتاع الكريمه علشان لو عملته بالعجين هياخد معاكم نص كوبايه، تمام. لو بمضرب هياخد معاكم كوبايه الا ربع. الميزان اما باجي اقول لكم كوبايه، الكوبايه دي يا بنات بتبقى 100 جرام، تمام. يعني النص كوبايه 50 جرام، الكوبايه الا ربع 75 جرام، انتوا فاهمين؟ علشان في ناس كتير بتقولي يعني ايه وزن الكوبايه، الوزن بتاع الكوبايه ده بيبقى 100 جرام. اما اجي اقول لكم مثلا انا يا بنات ضربت كوبايه كريمه، تعرفوا ان الكوبايه دي كانت 100 جرام، تمام. عشان في ناس كل ما اجي اتكلم واقول انا ضربت كوبايه فانتوا بتقولوا لي الكوبايه دي الوزن بتاعها قد ايه وكده، فبعرفكم برضو علشان ما تتوهوش مني او تنسوا مني اي حاجه. ال- التورتايه دي ما شاء الله كانت عايزه اقول لكم العميله قالت لي انا هسيب الديزاين عليكي بس انا محتاجاها البنوته وللولد يعني، لبنت والولد في نفس التورتايه، عايزين التورتايه تبقى عايزين الاتنين مع بعض. قلت لها خلاص تمام اختاري الديزاين وبعتهولي. قالت لي لا انا مش هختار حاجه، انا عارفه ذوقك وانتي اللي هتختاري الديزاين وتظبطي لي عليه. قلت لها خلاص تمام من عينيا الاتنين. فطبعا انا ما اخترتش اي ديزاين كده وخلاص، انا اخترت ستيتش. ما شاء الله كان جميل، كان رقيق جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا اليوم ده اصلا كان صعب عليا قوي بسبب النور كان كل شويه يقطع، كل شويه ادخل التلاجة ادخل التورتيه التلاجة لغايه اما النور يجي عشان اعرف اشغل لكم الكاميرا واصور وكده. انا ما عنديش الا شباك واحد بس في المطبخ، اللي هو الشباك اللي فوق البوتاجاز على طول، والشباك اللي هو جنب التلاجة. والاتنين اصلا مش بفتحهم ياما غير لما باجي ساعات اهوي المطبخ بس الصبح، وبعد كده بقفلهم علشان بصراحة الناموس والدبان عندنا بطريقة رهيبة، يعني مبحبش افتح الشقة خالص بسبب كده. وانا موتي وسمي ان دبانة تخش الشقة ولا ناموسة. والشباك هما 3 شبابيك، تمام. بس اتنين اللي بفتحهم واللي هو اللي عند الصينية اللي ورا ده على طول، اللي انا شغالة قدامه ده مش بيتفتح نهائي. ليه؟ علشان خاطر التقفيل اللي هو المطبخ بتاعي او الرخامة اللي انا شغالة عليها آه، قافلاه، يعني مقفول خالص. فان شاء الله من غير مقاطعة ده هينقفل خالص، انا هشيل الشباك ده نهائي وهقفله خالص، وباذن الله من غير مقاطعة هشوف ابو سليم كده ويشوف لنا حد يجي يعمل لنا المطبخ رخام او يقفل لنا الشباك وندهن مكانه كده. يعني حتى لو احنا ما عملناش المطبخ سيراميك وكده هخليه يتشال، عشان بصراحة عايزة اقول لكم ان هو شكله رخم جدا، شكله مش حلو خالص. انتوا لو رجعتوا اصلا في الفيديوهات بتاعت القديمة هيبقى واضح اكتر من كده وهيبقى باين وهتشوفوه. فان شاء الله يدعولي كده ان انا اقدر اظبط حتة افضل يعني مستمرة بيها واشتغل فيها لغاية اما الشغل يبدأ الناس يعني تطلب شغل وكده، علشان بصراحة الحال واقف اليومين دولت خالص وما فيش شغل. وربنا كبير واكيد يعني ربنا يبعت لنا رزقنا مهما رحنا في اي حتة. هنعمل الكبات بقى طبعا اطعمة فحطيت لها بقى ورد من هنا ومن هنا. وبرضو الولد حبيت ان انا اعمل عجينة السكر تبقى لونها ازرق غامق عن الازرق اللي انا عاملاه، علشان خاطر برضو تديها شكل كده ويبقى باين عشان ما يبقاش نفس الدرجة. وحطيت للبنوتة برضو ورد وظبطتها. بصراحة عايزة اقول لكم والله العظيم عجبتها قوي قوي قوي. قالت لي انا ما كنتش متوقعه ان انتي هتعملي الديزاين ده خالص، انا كنت فاكره نفس الديزاين اللي انا بحتلك الصوره بتاعته هتعمليه.
وبصراحة اصلا انا ما كانش عاجبني الديزاين اللي انا بعتهولك، بس والله العظيم انا ما جيت بالي خالص ان الصورة هتبقى ستيتش وهتعمليها وتطلعيها بالحلاوة دي. ما شاء الله كانت جميلة وكانت رقيقة خالص، وهي ما شاء الله قرفتها كانت جميلة. عايزة اقول لكم خلصت معايا بسرعة. هو اليوم بس، اليومين اللي كانوا عدوا دول النور كان عندنا بيقطع، يعني بيقطع بطريقة رهيبة، بيقطع من الساعة حوالي 5 الصبح ما بيجيش الا ساعة المغرب. فبصراحة كان الايام اللي عدت دي، عايزة اقول لكم انا شفت الويل والله العظيم من قبل العيد، من بعد العيد بفترة، والنور من قبل العيد، من قبل العيد بفترة. يعني احنا كنا صايمين ال10 ايام، من اول ال10 ايام لغاية بعد العيد والنور عمال يقطع عندنا بطريقة وحشة خالص خالص. عايزة اقول لكم انا كنت برفض اوردرات كتير لغاية اما النور يجي ويتظبط ليه بقى. ان انا لو خدت اوردرات، عايزة اقول لكم وجيت اشتغل التورتية هطلعها من التلاجة سايحة، مش هتعجب العميلة والطعم هيبقى مش حلو. فكنت برفض اوردرات كتير الايام اللي فاتت دي. بس هو ما شاء الله بقاله اسبوع اهوت او بقاله 10 ايام ما بيقطعش زي الاول. فالحمد لله الدنيا ظبطت كده، وهبدأ ان شاء الله اخد اوردرات كتير تانية. هبدأ اخد شغل ان شاء الله، واعرفكم برضو كل حاجة انا بعملها، وهظبط كل حاجة معاكم برضو. ويا ريت ترد عليا في الفيديو اللي انا منزلاه قبل ده، ادوني حلول للمطبخ بتاعي علشان خاطر اشوف الدنيا عندي عاملة ازاي. ويلا يا حلوين، الفيديو هيبدأ يخلص. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، وما تنسوش الاشتراك الحلو والدعوة الحلوة واللايك بتاعها. مع الف سلامة.